متابعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. دخل سيدي رمضان وبدات المسلسلات ويعني والدراما المغربية، فشفت غياب واحد الصرح أو واحد جبل، واحد الهرم فني كبير مغربي غاب عن الأعمال الرمضانية. هذا الفنان اللي هو سبحان الله العظيم فنان مقتدر، يعني اي دور اعطيته لو كيشخصه حتى تظن انه هو بالفعل شخصيته، ديك الدور اللي كيقوم به هي الشخصيه ديالو. شخص متميز وفنان عزيز على القلب ديالنا اللي هو السي محمد خويي. فوجئت بان ما كاينش شي مسلسل ديالو في البطوله ديالو كما عاهدناه، ولكن ملي شفت الدراما المغربيه وهي الدراما بصح بالدارجه ديالنا، يعني الشوها اللي المسلسلات اللي تعملوا في هذا رمضان هذا، عرفت السبب الغياب ديال هذا الهرم الفني الكبير. سي محمد خويي انا متاكد بانه تعرضت عليه اعمال، ولكن للاسف الشديد ما لقاش العمل الفني اللي غادي يقوم فيه به واللي الذي يليق بشخصه وشخصيته الفنيه الكبيره. فاللي كنشوفوا الاعمال الفنيه اللي تقامت في هذا رمضان هذا للاسف الشديد كلها اعمال دونيه دون المستوى، لا تمت للواقع بصله ولا للمجتمع المغربي بصله، شوهونا بواحد الدرجه كبيره. كنظن ومتاكد بان السي محمد خويي غتكون تعرضت عليه سيناريوهات وديال مسلسلات، ولكن ما لقاش اللي غيناسبو. مستحيل انه يطيح براسو لهذا المستوى هذا وينزل لديك المستوى هذيك، لان صراحه الله هو فنان، يعني بحال اللي قال واحد الشاب في الحق ديالو هو ميسي ديال الفن او ديال التمثيل المغربي. هذا السيد هذا يعني للاسف الشديد الامثال ديالو قلالين، ولا حول ولا قوه الا بالله العظيم. انا كنحيي السي محمد خويي الفنان اللي كل شخصيه كيقوم بها الا وكيقلدها، كيجيبها كيف ما هي، كانك حتى كتظن بان هو هيداك هي الشخصيه ديالو. اذا تحيه عاليه للفنان المقتدر سي محمد خويي، وهنيئا لك، دائما غتبقى مرفوع الراس عند المغاربه، وتحياتي لك والسلام عليكم ورحمه الله.